مدينة بورتو البرتغالية، ومنها ننقل لكم مباراة دور 16 لقاء ذهاب بين اف سي ليفربول، فريق 5 مرات بطل المسابقة في تاريخه، وفريق اف سي بورتو المستضيف البرتغالي العريق اللي عنده 27 ليغا وعنده الشامبيون. بينما كرة خطيرة من ماريجا يلعب كرة ليفربول، كرة صعبة والهدف الأول يضيع، كرة عكسية للركنية، كرة خطيرة جدا لبورتو، فرصة ممكن اعتبارها هي الأولى من اللاعب البرازيلي اوتافيو. هذه هي الكرة اللي ضيعها ماريجا، يلعب دولي مالي، تمشي الكرة عن طريق ابراهيمي، يلعب محارب الصحراء الجزائري، هو الجزائري كتب تاريخ هنا في بورتو، ماتش اللي عنده 12 هدف لاعب اوتافينو. بينما هنا كرة خطيرة من صلاح، هنا الكرات تقريبا من الاكثر هجوميا الان فريق يورجن كلوب، يمشي بالكرة روبرتسون خطيرة وفرصة الهدف الاول، كرة صعبة، كرة الهدف الاول كانت واضحة جدا لفريق الليفر، يقبل في برشا اللاعب بورتو، كرة من أدراكاو خطيرة في دار الدفاع ولكن التغطية موجودة وركنية لماريجا. قلت اللاعب البرازيلي اوتافينو اللاعب السابق كرة ترجع مرة أخرى فيرمينو فمجد السلم، يلعب كرة ساديو كرة صلاح، كيف يضيع أفضل فينالدوم يضرب الكرة مرة ثانية، كرة والهدف الأول، الهدف الأول ليفربول، الهدف الأول للكتيبة الحمراء عن طريق ساديو ماني. قلنا انه فريق ليفربول هو الاقرب للانتصار، ولو انه المباراة في استاد دراكاو، لانه بورتو لم يعد بورتو الكبير في كؤوس اوروبا. والهدف الاول للريدز 1-0، هدف مهم جدا وتقدم في النتيجة، وليفربول يفتح طريق دور الثمانية، مجهود كبير يذكر فيشكر من فينالدوم، اصرار الهولندي، كرة تيح قلت كرة والمستوى والاداء والهدف الثاني، كرة من صلاح وجول، صلاح رمسيس يسجل الهدف الثاني هنا في كوبري 6 اكتوبر، يدل على الفرعون المصري ويسجل ثاني اهداف القمة. خلاص ليفربول في الكوارتر فاينل، وبفضيحة لفريق بورتو وسيرجيو كونسيساو، وبنتيجة كبيرة للريدز ليفربول. هذا الهدف رقم 30، الهدف رقم 30 لرمسيس اللي يعتبر ثاني غالي ساديو، والهدف الثالث ممكن، ولكن الدفاع والحارس عن طريق قدام يخلق الفرص واستثمرها في مرتين. من ابراهيمي، كرة من ياسين حلوة، اخطر كرة وهدف يضيع، هدف كان ممكن يكون مستحق لفريق بورتو في هذه الهجمة. أول تسديدات فريق بورتو في المباراة، أول محاولات بورتو، أخطر كرات بورتو، وراها الرائع إبراهيمي يلعب الكرة بالراس خطيرة جدا، صلاح وفرصة الهدف الثالث، والدفاع يغطي مليح هذه المباراة بهذه الشكل. الشوط الثاني باس ولا أروع، وفيرمينو الهدف الثالث، نعم هو الثالث، الهدف الثالث كان لروبرتو فيرمينو واصبح لساديو ماني. خلاص خلص صلاح على بورتو، حرام عليك يا صلاح يخلص على اف سي بورتو وتاريخ دراغاو. صلاح كرة طولية في العمق ولا أميز، يصنع هدف جديد صلاح في دوري الأبطال، كرة ممتازة، قوة كبيرة برشا من اللاعب المصري صلاح، ويستنفع بها الراية. التوزيعة، الدفاع، ماريجا، هو كرة ضعيفة. ممكن تبعها تلك المباراة المثيرة ليفربول توتنهام، والدكتور طارق الجلامة كنا مع بعض في الاستوديو، انه في الشوط الثاني ليفربول بعد ما سيطر شوط كامل في الشوط الثاني اعطاه المجال لسبيرز للعودة، ولكن الاشكالية انه فريق ليفربول في اول الشوط جاب الهدف الثالث وانهى كل مقاومة للفريق البرتغالي. التسديد السهل على مرمى لوريس كاريوس ستيل ايطالي، لكن يعطي الاولويه، برافو اورساتو، كرة الهدف الرابع، فرصة الهدف الرابع، برافو، الحكم هو اللي سجل هدف، الحكم اورساتو هو اللي سجل هدف، سجل الهدف فيرمينو، ولكن الهدف مساهم فيه اورساتو. كيف ساهم الحكم في رباعية ليفربول؟ لانه برافو الطلياني.